السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم الميني مولتو في البيت، وبجد ما يتقارنش خالص باللي احنا بنشتريه من بره. طالع معايا تحفة، حشيته بالشوكولاتة وبالجبنة. يا ريت بس تتابعيني للاخر علشان هقولك على العجينة المظبوطة. ويا ريت لو اول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. تعالوا بقى نشوف الطريقة المظبوطة. في الاول بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة انا نزلت ب 300 جرام، نص المقدار مية ونص حليب، ونزلت ب 75 جرام سكر، ونزلت كمان بمعلقة خميرة فورية يعني على الميزان 10 جرام. وقلبت الخميرة والسكر علشان اتأكد ان الخميرة نشطة ولا لا. يا ريت تختبري الخميرة الاول قبل ما تضيفي الزيت، ولو لقيتيها عملت معاكي فقاعات وكمان ريحتها ظهرت يبقى كده الخميرة نشطة. رجعت جبت 150 جرام مية على حليب ونزلت بيها. يعني في اول العجين كده انا نزلت ب 450 جرام، ولو لقيت العجينة عايزة مية هنزل بالمية واحدة واحدة. قلبت شوية وبعد كده نزلت بمعلقة خل. وفايدة الخل في اي معجنات بيخلي المعجنات خفيفة وطرية بعد السوا. ونزلت بقى باكو من الفانيليا، بيخلي ريحة الميني مولتو تحفة. اخر حاجة انا نزلت بالزيت، نزلت ب75 جرام. قلبت شوية وبعد كده نزلت بالدقيق. نزلت بقى بكيلو الا ربع دقيق، نخلاه كويس في الاول. ومع الدقيق نزلت بقى برشة ملح. يا ريت اي معجنات بنعجنها ما ننساش رشة الملح علشان الملح بيظبط معانا اي معجنات. بعد كده انا نزلت بنص معلقة من البيكنج باودر، منكترش من البيكنج باودر علشان احنا ضايفين 10 جرام خميرة. في اول العجين انا قلبت بالمعلقة، وبعد كده شلت المعلقة ونزلت عجنت بايدي. جبت 100 جرام جنبية مية، لقيت لسه في دقيق، نزلت بقى بالمية واحدة واحدة لحد ما الدقيق اختفى. هقولك بقى في نهاية العجين هي اخدت معايا مية قد ايه. بس اهم حاجة هي خطوات العجين ولازم نظبطها. يا ريت اي معجنات بتعجنيها اعجني العجينة يابسة، ونحتاجت بقى معاكي مية يا ريت تطريها واحدة واحدة. يعني مش عايزاكي وانتي بتطري تنزلي بالمية كلها مرة واحدة علشان العجينة ما تتقطعش. لو نزلتي بالمية واحدة واحدة كده بتكوني خدمت العجينة، والعجينة النتيجة في الاخر بتطلع خفيفة وطرية بعد السوا. العجينة اخدت معايا 10 دقايق بس، اللهم بارك، علشان العجينة مظبوطة من الاول عجنتها يابسة وبعد كده طريت فيها واحدة واحدة. العجينة ناعمت وكمان طرية بس في نفس الوقت ما فيهاش اي تلزيق. خدت معايا 480 جرام بس على حسب نوع الدقيق. في دقيق بيبقى ليه عرق قوي فبتلاقيه بياخد سوائل اكتر. اهم حاجة تظبطي العجينة وتخليها عجينة كده مش طرية قوي بتتلزق، او عجينة يابسة، يكون عجينة في الوسط. قطعت بقى العجينة عملتها 5 قطعات على حسب بقى ما انت عايزاهم، تعمليهم 5 تعمليهم 4. اهم حاجة بعد ما بتخلصي بتغطيهم بقى بكيس او بفوطة علشان ما يعملوش معاكي طبقة ناشفة. نسيب العجينة 5 دقايق متغطية علشان ساعة ما نفرد بقى العجينة تفرد معانا بكل سهولة. لو لقينا فيه تلزيق في العجينة بنرش دقيق. انا هنا لقيت العجينة طرية بتتلزق معايا، رشيت دقيق تحت العجينة وبرش رشة بسيطة خالص فوق العجينة كده وانا بفرد. نخلي بقى سمك العجينة واحد، يعني مش تخين قوي ولا ريق قوي. واحنا بنفرد كده هقولك على مقادير الكيلو على السريع. لو هتعملي كيلو دقيق هتضيفي له معلقة خميرة كبيرة يعني 10 جرام، ونص معلقة بيكنج باودر، وكمان رشة ملح ومعلقة خل، وهنضيف 100 جرام سكر و100 جرام زيت. العجينة هتاخد سوائل 550 جرام، بس ما ننزلش بالسوائل كلها مرة واحدة. يعني ننزل في الأول ب 450 جرام، ولو لقيناها لسه محتاجة مية هننزل بقى بالمية واحدة واحدة لحد ما نظبط العجينة. يعني على حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجني فيه، دي بيبقى ليه عرق قوي فبياخد سوائل اكتر. اهم حاجة نخلي العجينة كده في الوسط. بعد بقى ما فردنا العجينة وخلينا سمكها في الوسط، قطعت بقى الدايرة 4 ارباع، وكل ربع في الدايرة انا هقسمه 4. يعني 4 في 4 ب16، يعني كل دايرة كده هتعمل معايا ميني مولتو 16 واحدة. عملنا بقى 5 دايرات، يعني الكيلو الا ربع قطع كمية تحفة، يعني النص كيلو هيعمل لك كمية كبيرة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. لو العجينة ساحت معاكي من الحر واتطرت وانت بتفرديها، ضيفي تحتيها دقيق بس ما تيبسيش العجينة. شايفة انا ضايفة دقيق علشان ساعة ما اجي الف الميني مولتو يعمل معايا طبقات، وكمان الرسمة ما تختفيش في الفرن، يعني بعد ما يستوي الرسمة تختفي ويبقى شكله كده زي القرص. انا عاملاه رسمته واضحة واحلى من اللي احنا بنشتريه من بره، وكمان طعمه ما يتقارنش خالص بتاع بره. قبل ما اوزع الشوكولاتة على العجينة، بزق من المسطرة كده وبفتح فتحة بسيطة في العجينة من تحت
علشان ساعة ما احط الحشوة اعرف الف عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بجد طريقته سهلة، ولو جربتيه هيطلع معاكي تحفة من اول مرة، بس يا ريت تمشي على نفس خطوات العجين. بنيجي بقى نطبق كده العجينة على الشوكولاتة ونلف، ايد بتشد لورا والتانية بتشد لقدام، العجينة ما بتتقطعش علشان مخدومة. هي العجينة طرية، بس العجينة الطرية مخبوزاتها بتبقى طرية بعد السوا. اللي لو لقيتيها بتتلزق دي وحل، يعني ما تيبسيش العجينة تاني. بنحطه بقى في الصاج اللي هنسوي فيه مش ممسوح اي مادة دهنية، وبنحطه على التقفيلة من تحت علشان ما يفكش معانا اثناء السوا. هعمل بقى اللي هي بالجبنة، وكان طعمها تحفة زي الباتيه. اي حشوة بتعجبك تقدري تعملي بيها. اهم حاجة الشوكولاتة اللي انت هتحشي بيها تكون كريمة علشان تسيح معاكي في قلب العجين. وانت بتلفي الميني مولتو شديه لورا علشان يعمل معاكي طبقات اكتر، وكمان يبقى خفيف بعد السوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بجد طريقته سهله ومفيش اسهل من كده بصراحه. لازم بقى تجربيه حتى لو هتعملي نص كيلو. السوا انا عملته معاكم قبل كده على عين البوتاجاز، وكان طلع تحفه ويمكن احلى من الفرن بكتير. يعني التسويه كان طري جدا. اهم حاجه وقت الخمر، يعني نسيبه يخمر، ما نستعجلش عليه خالص ونقوم نسويه. انا بعد ما خلصت الكميه غطيتها وسبتها بقى لما خمرت. اخدت معايا نص ساعه، ما بتاخدش وقت خالص في الصيف. اول ما لقيته اختمر قمت بقى شغلت الفرن سخن. اخد معايا 10 دقايق تسخين. بعد 10 دقايق انا وطيت النار خالص زي الشمعة، ودخلت الصاج اللي انا عملته في الاول علشان بيكون هو اللي اختمر. قبل ما ادخله انا مسحت وشه بالحليب علشان بس يدينا لون موحد. اللهم بارك، ريحة الميني مولتو ملت معايا المكان، وكمان تسويته عطى لون تحفة من فوق من تحت. لو مفيش حليب نقدر ندوب مية بسكر ونمسح بيها الوش علشان يدينا لون موحد. ولو هتسوي في فرن البوتاجاز يا ريت تمشي على نفس الخطوات، يعني شغلي الفرن يسخن قبليها ب10 دقايق، ودخليه بقى على الرف في النص. ديري الصاج كل شوية علشان يديكي لون موحد. بس فرن البوتاجاز لو فيه مروحة مش محتاجة بقى ان انت تديريه، هيديكي لون موحد. اي معجنات هتسويها ما تدخلهاش على فرن بارد. شغلي الفرن يسخن قبليها ب10 دقايق، وبعد كده وطي النار خالص زي الشمعة. هتيجي بقى تدخلي اي معجنات هتسويها هتلاقيها استوت مظبوط من فوق ومن تحت، وكمان خفيفة جدا بعد السوا. لو سوتيه على فرن بارد هياخد معاكي وقت فهينشف معاكي في الفرن. ادي التسوية المظبوطة يا جماعة، من فوق ومن تحت خفيف وطري، كمان غير ريحته اللي هي تحفة، يعني ما تتقارنش خالص باللي احنا بنشتريه من بره. جربي تعمليه في البيت، الاولاد بيفرحوا به جدا، ومكوناته بسيطة واقتصادية وموجودة في اي بيت. واللهم بارك، لو مشيتي على نفس خطوات العجين هيطلع معاكي حرفيا، هيطلع معاكي تحفة احلى من اللي انت بتجيبيه من بره. طعمه جميل وكمان خفيف وطري. تقدري بقى اي حشوة تحشيها، والحشوة على حسب ما انت عايزاها. اهم حاجة تظبطي العجينة علشان تديكي السوى المظبوط. شايفين الميني مولتو طري، وكمان عاطي سوا من فوق ومن تحت. اللهم بارك، بجد طالع تحفة. انا عملت النهاردة كيلو الا ربع، عمل كمية كبيرة. يعني لو هنشتريها من بره هنشتريها بقد ايه. شايفين بقى الجمال، اللهم بارك. بتمنى بجد ان يكون شرحي بسيط، واتمنى بقى ان تدعميني بلايك واشتراك للقناة. استناني في فيديو جديد. السلام عليكم.